السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مكملين إن شاء الله في شرح كونكت بلس جريد 1 تجريبي ولغات وناشونال وكمان عربي خاص. النهارده ميعادنا مع الليسن 8. طيب مستر أنا لسه متابعة جديد ومش عارف أو مش عارفة أبدأ منين. ادخل على قوائم التشغيل على القناة، اضغط عليها هتلاقي موجود عندك كونكت بلس الصف الأول الترم الاول. الدروس كلها مرتبه، الدرس الاول الثاني الثالث الرابع. شوف انت واقف فين وكمل معاه. النهارده ميعادنا مع ليسن 8. العنوان بيقول she is wearing. she هي is she's اللي هي she is wearing. عندي wear يرتدي والاي ان جي ده اسمه مضارع مستمر اللي هو the present continuous tense، زمن المضارع المستمر. بيعبر عن ايه الزمن ده؟ بيعبر عن استمراريه، يعني انا بكلمك في الحال حالا والحدث ده بيحصل. هنعرف دلوقتي ازاي. she is wearing، كلمة wear معناها يرتدي، اسمها wear مش wear. الاي اي بتعمل لونج اي. طيب اول كلمة عندي كلمة friend. الاي اي هنا بتعمل شورت اي. ايه friend. friend. خد بالك لما احط اس هنا بقول friends بتخلي الدي سايلنت. في الامريكان اكسنت بتخلي لي الدي سايلنت. لما يكون عندي ان ودي وراهم حرف ساكن بتخلي لي الدي ايه سايلنت، فبقول لي فريندز مش فريندز. لكن لو هي صديق اقول فريند. طيب قميص يعني شيرت. الاي ار بنطقها اير ما اسمهاش شيرت. شيرت شيرت. الاس اتش ميكس ساوند شا. اير شا ايرت شيرت. القميص عندنا في مصر احنا بنقول عليه اي حاجه بكم، تمام؟ اقصد او اي حاجه خامتها قميص اللي هو القماش تبقى اسمها قميص. لا، اي حاجه تمام كم اسمها قميص. شيرت شيرت، سواء بقى هي تيشيرت او قميص الخامه. واي حاجه بنص كم بنقول عليها تي شيرت سواء هي قميص او تيشيرت. طيب يعني ات هات شورت ايه. دي كلمات الدرس بس. طيب تعال نشوف بقى هنا عندي ايه. her name is لارا. لارا her name احنا خدنا قبل كده صفات الملكيه وقلنا her اللي هي ايه؟ كل البنت. her name اسمها. her book كتابها. her father باباها. her name is لارا وبستخدم verb to be لما اتكلم عن الاسماء. her name is لارا اسمها لارا. her hair is long شعرها يكون طويل and brown تمام وبني. her eyes are green وعينيها ايه؟ خضراء. طب ليه هنا قلنا is؟ عشان الشعر مفرد. وليه هنا قلنا are؟ عشان العينين جمع. طيب his name is سامي اسمه هو بتاعه هو تمام. السامي he has قلنا has يعني يمتلك او لديه straight hair خدناها في الدرس اللي فات. straight hair يعني شعر سايح او مستقيم. he has brown eyes وعنده كمان عين بني. نكمل. my friend is wearing a green. طيب لما يقول لي is والفعل فيه ing معناها ان وانا بكلمك دلوقتي حالا هي لابسه القبعه او تيشيرت. استمراريه بتكون من ايه؟ من am وإز وآر زائد الفيرب بلس اي ان جي. ام بتيجي مع مين؟ مع الاي. والإز بتيجي مع مين؟ مع الهي والشي والإبت. والار بتيجي مع مين؟ مع ضمائر الجمع الوي والذي واليو بس وذي يو تمام. I am أنا أكون. he is هو يكون. she is هي تكون. it is هو وهي لغير العاقل تكون. we are نحن نكون. they are هم يكونوا. you are أنت وأنتم تكونوا. بعد كده الفعل في ing معناها إيه؟ معناها وأنا بكلمك حالا هي لابسة التيشيرت دلوقتي. my friend wearing a green shirt and yellow hat. هتلونوها انتوا بقى. لابسة تيشيرت أخضر ولابسة طاقية صفراء. هنكمل. ده الدرس الايه؟ الثامن. سهل جدا 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 مش محتاج ان احنا نشرحه في درس لوحده. تمام. ناخد درس معاه كمان التاسع ولا هيبقى كتير علينا؟ لا اخد الدرس التاسع كمان سهل جدا. الدرس التاسع بيقول CLIL science life stages. life الحياة stages يعني مراحل. خد بالك الجي هنا بنطقها جه. ليه؟ لانها جايه بين حرفين متحركين مش بس جه، بنطقها دي ومعاها جي. بقول ستيجز لايف ستيجز. زي كلمه بيج تمام. ما بقولش بيج لكن مسج. فيجيتابلز. لايف ستيجز مراحل حياتيه. الدرس ده ايه؟ ساينس علوم. طفل رضيع يعني بيبي. الاي هنا بنطقها باسمها. هتقول لي يا مستر احنا عندنا اكتر من 8 حالات اللونج اي منها الاي ساكن اي.
هنا مفيش اي حاله، لا هقول لك خد بالك الواي في الاخر بننطقها اي، وفي الحاله دي بقى اصبح اي ساكن اي، الحاله الاولى من اللونج اي الكارسلفونكس بيبي. طيب اول حاجه بيكون الطفل ايه؟ بيبي. بعد كده بيكون تشايلد، السي اتش ميكس ساوند تشا، والاي هنا بنطقها باسمها اي، تشاي تشايلد. بعد شويه بيكبر بيكون تينيجر، تي لونج اي، نيجر لونج اي، والجي بنطقها جا عشان جايه وراها حرف الاي، واحنا عارفين ان الجي لما يجي وراها اي او اي او واي بنطقها جا. تينيجر يعني مراهق. بعد كده بيكون شخص بالغ، adult، 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 اليو هنا عامله ايه adult يعني شخص بالغ. بعد كده بيكبر ويكون elderly person، الكلمه دي صعبه شويه، elderly، 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 elderly. تمام؟ دايما الار والال لما يجوا ورا بعض بيكون صعب في النطق، elderly، ها elderly، elderly person، اسمها person، راجل عجوز، انسان. ربنا اللي شبه ده في القرآن الكريم ان احنا بنكون تمام نطفه ثم علقه ثم طفل، بعد كده بيكبر بيبقى انسان، بعد كده بيرد الى ارذل العمر، بعد كده بنموت و بنتحول بعد كده. دي مرحله الايه؟ الحياه. بيبي، تشايلد، تينيجر، ادلت، elderly person. تمام؟ نكمل معانا الدرس. هنا بيقول لي تاليا is a baby، تاليا تكون طفله. she is one، هي عندها سنه واحده. شوف مين في دول ويوصلوا. أميرة is a child، أميرة طفلة. he is 7، عندها 7 سنين. مريم is a teenager، she is 15، مراهقة، عندها 15 سنة. وصل الصورة. ماجد is an adult، ماجد شخص بالغ. شوف فين هو. نجوى is an elderly person. اللي هنا قلنا وهنا قلنا ام. هنا لان حرف كلمه تينيجر بتبتدي بحرف ساكن، لكن هنا ان عشان كلمه ادلت بتبتدي بحرف ايه او صوت ايه متحرك. نجوى is an elderly person، نجوى عجوزه. شوف نجوى فين في دول ووصل ايه الصوره. ده كده احنا بقينا درس واحد بس، او بقينا سيشن واحد في الوحده الاولى ان شاء الله اللي هي ليتس ميك فريندز. لو عايزين نكمل في المحتوى ما تنساش تعمل لايك وتدعم. لو محتاج شرح المنهج الترم الثاني كله كامل مرقم بالترتيب بالحصص ومتابعه واجبات بعد كل حصه وشرح مفصل بالتفصيل، ابعت لي تحت، اسيبك لينك الواتس تحت، ارسل لي وهبعت لك تفاصيل الاشتراك في كونكت بلس جريد 1 الترم الاول. المنهج كله موجود بالترتيب مرقم، وبتابع الواجبات، وبنعمل شغل ممتاز جدا جدا عشان نوقف ابنك على ارض صلبه. اشوفكم على خير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.